السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده كنز لأي حد إن شاء الله عايز يزيد رزقه، بيشتكي من ضيق الحيل، بيعاني من الهم والحزن. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بفضل هذه الأدعية وبفضل هذه الطرق اللي هقول لكم عليها المجرد بإذن ومشيئة الله، إن الله سبحانه وتعالى يحقق لكم كل اللي تتمنوه في السنة الجديدة، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم محققين كل أحلامكم، وكل سنة فيها رزق وسعة وكل اللي تتمنوه يتحقق بإذن الله. معاكم الدكتورة هند عزت، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أهلا بيكم في سلسلة حلقات أجمل سنة 2024. في البداية عايزة أقول لكم ناس كتيرة قوي زعلانة من ربنا، وحتى لو انت بتنكر ده جواك، في أكيد لو دورت كده وقعدت مع نفسك وقعدت جلسة صراحة هتبص تلاقي وتفتش، هتلاقي في حتة كده زعلانة من ربنا، حتة بتقول أنا ليه كل ما بدعي ربنا مش بيستجيب الدعاء؟ أنا ليه حالي كده؟ ليه أنا بعاني من ضيق الحال وفي غيري عنده فلوس وعنده؟ ليه أنا ما عنديش وغيري عنده؟ ليه ربنا كتب عليا إن أنا يبقى عندي ضيق في الرزق أو عدم توفيق أو عندي هم كبير أو عندي ديون؟ الحتة اللي زعلانة جواك نتيجة إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. يعني أي حاجة، فكرة سلبية، تفكير في عدم حسن ظن في الله، في إن ليه ربنا ما استجابش الدعاء لحد دلوقتي، كلها نزغ من الشيطان وكلها صوت داخلي انت ممكن تكون مش واعي بيه. فلما تنتبه لايه الكلام اللي انت بتقوله لنفسك من جواك فبيخلي في شك وعدم حسن ظن في الله. ونخلي دايما ان ربنا بيقول لنا انا عند حسن ظن عبدي بيه. فحسن الظن ده انا ما اقولش انا عندي حسن ظن فيك يا رب وخلاص، مش مجرد كلام، لا هو ايمان داخلي من جوانا. والايمان ده عشان نوصل له احنا لازم نراقب احنا بنقول لنفسنا ايه من جوه، لازم نراقب افكارنا بنقول لنفسنا ايه. وعلى فكرة مجرد ما انت بس او مجرد ما احنا بس نراقب نفسنا ونفلتر الافكار بتاعتنا ونطلع السلبي منها ونخلي الايجابي، ده هو عين الحكمة. عين الحكمة إن الله سبحانه وتعالى قادر إنه يرزقك بين كلمة كن فيكون، بس هو رايد إنه يرزقك الحكمة ويرزقك البصيرة قبل ما تاخد الحاجة دي. ربنا عايزك تصلح حاجة جواك علشان لما الحاجة دي تجيلك تقدر تتعامل معاها. يعني مثلا لو واحد بيدعي ربنا إنه يتزوج، فهو ربنا رايد إن هو يصلح حتة جواه أو يصلح حاجة جواه قبل ما يدخل في العلاقة دي، عشان ممكن لو اتجوز في الوقت ده يحصل طلاق، لو خد الرزق ده ممكن يعمل حاجة حرام. فربنا بيأهلك وبيخليك مؤهل إن أنت تاخد الحاجة دي. فعشان احنا نسرع من استجابة الدعاء نحاول أول بأول إن احنا نصلح اللي جوانا، نصلح علاقتنا بربنا، نخلي عندنا حسن ظن في الله إن الله سبحانه وتعالى هيستجيب الدعاء، بس له وقت معين فلازم نصبر. وعشان نقدر نصبر ويبقى عندنا حسن ظن في الله دايما نسأل نفسنا سؤال، هو ايه الحكمة من ان الله سبحانه وتعالى يحطنا في المحطة اللي احنا فيها دلوقتي؟ ايه السبب وايه الحكمة؟ فطول ما انا بسأل نفسي ايه السبب وايه الحكمة واقعد اطلع الدروس اللي ربنا خلى حالي عليها دلوقتي، ده صدقوني هيخلي في حسن ظن في الله وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى كلها حب، وان انا ابقى شايفة الله سبحانه وتعالى بطريقة بعيدة عن وسوسة الشيطان. وبالتالي هقدر احقق ان اللي الله سبحانه وتعالى عايزه مني. انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فانا لو انا ظنيت بالله سبحانه وتعالى انه هيجيب الدعاء ففعلا الله سبحانه وتعالى سيستجيب الدعاء. النقطة التانية علشان سرعة استجابة الدعاء وهو ان انا مملاش نفسي بفكرة ان ربنا ما بيديش لحد كل حاجة. فكرة ان الناس تعتقد او يبقى جواها ان ربنا ما بيديش لحد كل حاجة، دي فكرة إساءة أدب مع الله. أنا بشوفها كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر يديك كل حاجة. فكون إن احنا نحجم الرزق اللي ربنا بيديهولنا، فطبعا ربنا عند حسن ظن عبده بيه. فلما انت يبقى عندك الفكرة دي فأكيد الفكرة دي هتكون في حياتك موجودة، إن ربنا مش هيديك كل حاجة. لا، لما أنا يكون عندي اعتقاد وحسن ظن وإيمان بإن الله قادر يديني كل حاجة، وما كنش خايفة ان مثلا ايه لو جاتلي فلوس هيحصل لي مثلا كوارث، ربنا ياخد مني حاجة تانية. فما يبقاش عندي اعتقادات وافكار سلبية ان لو جاتلي نعمة ربنا ياخد مني حاجة تانية قصادها. احط في اعتباري وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى ان ربنا واسع وقادر ويملك خزائن السماوات والارض وقادر يديني من رزقه.
نفس الوقت ما اخليش الإحباط في حياتي يمتلكني، وكل ما يحصل حاجة والّا ألاقي باب مقفول والّا ألاقي مثلًا في الظروف غير متاحة، لأ ده ربنا قادر، ده ربنا عنده خزائن السماوات والأرض. لمّا يكون مثلًا أنا في نِفسي حاجة أنا عايزاها ولا أمتلك مثلًا فلوس علشان أجيب الحاجة دي، أو مثلًا ألاقي الظروف غير متاحة، عينيّا وقلبي وكل جوارحي تبُص فوق للسما، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق يقدر يدّيني الحاجة دي، وعندي الثقة ويقين إن الله سبحانه وتعالى هيدّيها لي في يوم من الأيام، لإني قُلت يا رب أنا عايزة الحاجة دي. النقطة التانية إن أخلّي الدعاء دايمًا هو عبادة في حياتي، مش عشان حاجة أنا عايزاها بس أقوم أفتكر ربنا وأدعي ربنا. يعني من الأدب مع الله سبحانه وتعالى إن دايمًا الدعاء يبقى في كل أمور حياتي، مثلًا حتى في الأمور اللي هي العادية، الحياة العادية. أنا مثلًا رايحة مثلًا أطبخ، يا رب أعينّي إن أنا أطبخ وأعمل أكل حلو لولادي عشان خاطر مثلًا نيّة معيّنة، فدايمًا أدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يعينّي. يا رب مثلًا ده لوجهك الكريم، يا رب عِنّي عليه، يا رب يكون في أحسن صورة في أحسن صورة، في أكمل وجه، فكل ده أنا باخد ثوابه وبيغفر لي الذنوب وفي نفس الوقت بيبقى عبادة، وكون إن ده يبقى حالك مع الله سبحانه وتعالى ده هيكون طريق كويس أوي في إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعواتك لو دعيت في وقت ضيق أو وقت شدة أو علشان ربنا يوسّع لك في رزقك. من أجمل الأدعية اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اختار فيها أحسن الكلمات لينا، واختار فيها أجمل الصور اللي تقربنا من الله سبحانه وتعالى وتوسع في رزقنا، وهو اللهم أكثر لي في مالي وولدي. فده عن أثر الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا أمه سليم جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لسيدنا مالك ده هذا خادمه، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، فقال اللهم بارك له في ماله وولده، فالله سبحانه وتعالى ادّى له حديقة كانت بتثمر في السنة مرتين. من أجمل الأدعية اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، ودي يعني دعاء شامل وجامع فيه ما بين الرزق وبين المغفرة. دعاء ثالث من أجمل الأدعية إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاله ضيف وبعدين ما كانش عنده طعام يطعم هذا الضيف، فدوّر عند نسائه فما كانش في طعام، فدعا الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فكان اتهدى له شاة مشوية وقال هذا من فضل ربي. من الأدعية برضك اللي بتزود الرزق ووردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، الأربع حاجات دولة جمعوا بين الدنيا والآخرة، واحنا يا جماعة لما دايما نحاول في دعائنا نجمع ما بين الدنيا والآخرة. الأدعية اللي نبتغي فيها الرزق أيضا وسعة الدار، أو أنت لو عايز تنقل لدار أوسع أو ربنا يوسع لك في دارك الحالية، إنك تدعي ربنا وتقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ده من الأدعية اللي لو أنت عايز مثلا ربنا يوسع عليك. أدعية برضو كان مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من الحاجات اللي تزود الرزق إنك تستعيذ من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن من الخبث والجبن وأعوذ بك من الكفر والفقر. فكل الحاجات اللي انت بتستعيذ بيها دي ربنا سبحانه وتعالى بيبعدك عنها بسبب استعاذتك بيها. دايما في دعائنا مع الله سبحانه وتعالى نبتغي الدنيا والآخرة ونخلي حياتنا مليانة بالدعاء علشان يبقى الدعاء ده سمة ونظام حياة زي الصلاة، فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يستجيب كل دعائكم وتبقى سنة سعيدة عليكم سنة 2024. شكرا لكم وأتمنى الفيديو يكون عجبكم.